بقلب على الفيسبوك كده شفت كيسين من القمامة قاعدين بيجيبوا في سيرة مصر والمصريين والستات المصرية، ومعاهم واحد للأسف محسوب علينا مصري. ومش عارفة ازاي. تعالوا شوفوا. ايه رأيك ان انت تبقي زوجة تانية؟ لا انا مش مصريه عشان ابقى زوجه تانية. زمان حوار وتعلم كيفاش تحكي مع التونسيات، انا عايز اجيب لانه قناة نحن صوتية مش تانية يا جماعة. مصريات يعني. انه مصر همجيه وكيما الهند ومسخين وكل جمله، فهمت يعني؟ اللي تشوفيه في تيك توك لسخ والبهيمه والجهل وقلت النظام ما نعرفش شنو. ياسر، حتى انا شبالي ياسر مسخي قسما بالله. انا جايه نبكي خاطر ما نحبهاش، لكن مصر كلها وسخ كلها خماج ما تجيش تمشي فيها. دي يا جماعة أنا عايزاكوا تتوصوا بيها في الكومنتات، يعني اللي زي دي شكلها كده أهلها مربوهاش فهي جاية مصر علشان نربيها. عينيا حاضر. للأسف احنا بقينا ملطشة لبعض اللاجئين اللي عايشين عندنا في مصر. يعني واحدة بتسأل التانية في اللقاء ده بتقول لها مصر بالنسبة لك أمان؟ قالت لها 50 و50. طب لما هي 50 و50 والدنيا مش عاجباكي قاعدة فيها ليه؟ أي لاجئ أو أي واحد عايش في مصر مش عاجباه العيشة في مصر ما تمشي، امشي. يعني بجد منتهى الاستفزاز. المفروض انها كل املها وكل طموحها انها جايه مصر تشتغل رقاصه، فلازم نشتهر. نعمل ايه؟ عايزه الشهره، عايزه الترند، عايزه الاضواء تتسلط عليها. نجيب بقى سيره مصر والمصريين ونشتم في الشعب المصري علشان نبقى فوق. فنجيب واحد ما عندوش نخوه ولا كرامه المصريين، لانه شاف بلده بتتهان، شاف بيتقال علينا مذلولين وهمجيين، ومع ذلك فضل ساكت. حضرتك اقل ما يقال عليك ان انت ما عندكش كرامه، ان انت ما عندكش كرامه. لما شايف واحده بتجيب في سيره بلدك وستات بلدك وانت قاعد ساكت ما بتتكلمش ومكمل معاها اللقاء عادي وكانها نجمه، يبقى المفروض يتقال عليك ان انت شخص ما عندكش كرامه. يا جماعه الاشكال اللي زي كده قبل ما تترحل المفروض انها تتحاسب قانونا، لاننا بصراحه بقى كده الواحد زهق. احنا مش ملطشه لحد.